وبركاته. طبعا تصحيح لما قاله استاذ باسم، انا مو اخوه بس هو استاذي، يعني نقدر نقول بهالعباره. واللي اغفر ما يعلى العين ما تعلى على الحاجه. في وطني الورد يقطف والسبب شايل وكاحه وعطره فيموت، وفي وطني الطير يسجن شيء أن لا يؤمن بدين السكوت. في وطني الورد يقطف والسبب شايل وكاحه بعطره فيموت، وفي وطني الطير يسجن شيء أن لا يؤمن بدين السكوت. مربية حيل أول أمس من يصعد براس العرس واسكر سوالف حنة. مربية حيل أول أمس من يصعد براس العرس واسكر سوالف حنة. مربية رجعنا الوقت من كان سعر المتر كم ذيك، بالليل نملك كم أرض والصبح نخسر جنة. مربية مليت الحكي تارسته كلمة كنة. ايوه قول تهون ايش ما يكبر حنين الروح حكيت له من اذكر الصالح. وحذر شفت لا تحكين ملح شفتهم مغزر انا الغلطان. ما ضحيت روح الخاطر يضحكون، ما بديت جرحة توصلي لجمون، ما طشيت حضن بكل زوايا البيت. وهي فترة برد حقهم اذا يردون واحد حيل متعافي. براسش كم بخر طافي، يمر الليل يترس شليل احلام، وانا اتوسد مختل صاير اجتافي وادري تموت. يمر الليل يترس شليل احلام، وانا اتوسد مختل صاير اجتاف وادري تموت. شمرت الماي قصت بواهس البستان، متعطش خضار سنين ولا حسبة زعل وبضحكة رضان. امل ملقاك فرقة وحسرة متحزمين، امل ملقاك تمشي وياه وظن ثالثكم القسمة وسوالف وادم ومعرسين. امل ملقاك تمشي وياه وظن ثالثكم القسمة وسوالف وادم ومعرسين. نيتك بيضة كانت ليش بس الشعر والزفة، نيتك بيضة كانت ليش بس الشعر والزفة. يردت مستورة عصر الطفل الصغير، تالي هالعصر شفه وكنت احلم بغرفة هواي ما ادري اخذتك غرفة واحكيلي. الله عليك وكنت احلم بغرفة هواي ما ادري اخذتك غرفة واحكيلي. ايش حاكي علي وياه؟ هم قلت له كم شفانة زارع بيك كم لهفة. هم قلت علي غار من اشعارها الترفة، وذا يكتب علي ابيات يحجب بيا موضوعي. وذا يكتب علي ابيات يحجب بيا موضوعي. وتكاسر فرحكم ليش بدموعي. انا انسان ما فاتح سبيل الروح، ويا سهم اللي تيه يسكن ضلوعي. انا انسان ياخذ فزعه من عربان لو حسب ورا الزعلان، وانت انسان بهواي من الخاطر شويه وصفه يعبر لي اياه الكان واقول ان عادم قضيه. طبعا اذا تسمحوا لي قصيده طلبت مني ان شاء الله ما اطول عليكم مقطع منهم واكثر. تدل الاستاذ اكثر من 60,000 ماكو. واحد اثنين ثلاثة والله ما بي اعدهم طوبة ودريس وقميص وميت جاهل سال دمهم والبطولة مذبحوا من جل حصدهم والهدايا كانت تدور على قد. واحد اثنين ثلاثة والله ما بي اعدهم طوبة ودريس وقميص وميت جاهل سال دمهم والبطولة مذبحوا من جل حصدهم والهدايا كانت تقبور على قد. شوط اول خلص فرحه، وشوط ثاني سمعنا صوت بس وقت ما كان ضافوا صفرة الصفارة موت.
شوط اول خلص فرحه وشوط ثاني سمعنا صوت بس وقت ماكو اضاف وصفرة الصفاره موت. وبها اول مره صارت كل فريق يصير اول. فاز اذا ما فاز كرمه هذا لازم هسه يقتل موت. جبت لهم ثواب ساحه حرمه وفرقوها وحتى يتغطى التراب. جمعوا اطفال شباب حللوا دمهم حجاب. والتاهل كان يمكن للنجاح. والتأهل كان يمكن للنجاح. والتأهل ما تعذب مع شوردة. يخاف كلش من يطب بظلمة وحدة. وردة حتى بقبره ندة. دمعة قلب على أرواح الورود التي تناثرت. أمس شفتم ولد حايرة تقول كتل ولده ويخاف على التوابين. لأن ما ظل بشر خاطر يقتلوه. سمعت ملعب استشهد وانذبح بيه. امس اذكر قلتها الباكر تهون. اجا باكر وقال لي الموت همجيه. اجا باكر وهانت روح الاطفال وشتلات الورد للمقبره انطيت. بحيث الدود ظل وياي محتار. انا اول بشر يتفلى شوكليت. وانا اول بحيث الدود ظل وياي محتار. انا اول بشر يتفلى شوكليت. وانا اول جرح بريحه قمار. ولم طاني سهم بالورده رديت. الدنيا تتعب من تحطني ببالها. انا اول ما صرت خيالها. الليل رافقني وترس عيونه نوم وفرزنت نجماتها من هلال. ومع الصلاة المن هيثم القيسي. الأخوة الحضور، أساتذة الشعراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ راسم الحرقي على هذا التقديم الجميل. نابت عروج القصب وجدام ابوي. نابت عروج القصب وجدام ابوي. وامي متنسيه بصريفه ولنصرت. مقمط بعصابه وملوله بشريف. وساسي من الهور ماسخ ما عشت. فاطن الكل قمره سالوفه نهار. الليل من صباي خاويته وفتت. السالفه المملوحه متغزره بمغيث. عليكم اليوم ديالة تحتفل بأمسية شهرية من أجمل الشعراء تقيمها اتحاد الأدباء الجامعيين العراقيين فرع ديالة مع نخبة من أروع الشعراء. ديالة تفتقد مثل هيك لمسات حلوة. صراحة احنا ما عندنا هيك إقامة أمسيات بكثرة عندنا، لكن بدأ نشاط الجمعية بالأخير وبدأوا يسوون أمسيات رائعة مع الشعراء راعين. صراحة نفتقد هيك أمسيات، مو بس أمسيات شعرية، الأمسيات بكل أنواعها احنا نفتقدها بالمحافظة. لكن بعد سنة 2013 بدأوا الناشطين يزالون أعمالهم وبدأوا النظارات المجتمع المدني، فهاي وفر لنا فرصة انه نسوي مثل هيك امسيات. فشي مبارك هاي الجهود المبذولة حتى يفرحون الناس الموجودين بمحافظة ديالة. واحنا نتمنى تديم، يعني مو بس اليوم ونقطع، لا نتمنى نديمها اكثر واكثر. وبجهود الشباب طبعا مباركة جهودهم وتوفير المكان طبعا. نشكركم احنا ونشكر طبعا فريق شباب الغد على تغطيتهم الإعلامية لهذا الأمسية الرائعة. اليوم شباب أهل المحافظة بحاجة هذا الشيء، جمعية كلش حلوة، الفريق حلو مرتب، قصائد جميلة، مواضيع حلوة. اليوم احنا هذا الوضع، محافظة ديالة بالخصوص يعني محتاجين هيك أمسيات محبة، أمسيات كلمات رائعة ما شاء الله. يعني الحضور كلش حلو، يعني اليوم ما شاء الله سمعنا قصائد كلش جميلة وحلوة على المستوى الراقي، شعراء كذا سبقنا كل شيء هذا اليوم. وأنا أشكركم وشكر للمصورين والكادر كله واللي قام بهذا الشيء، المدير الفني. يا وطن صاير على أولادك تغيب، صار مدش عجب شو ما جيتنا، مو قلت تاخذنا سفرة على السلام، قشمرتنا وللحرب وديتنا. المطر ما قصر اجا لكن غريب بهاي جيتش عجب وقع بيتنا. اهلا وسهلا بكم وشحب بكم ونشكركم على هذا الجهود القيم.
كتغطية إعلامية، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم موفقية. هو بالأحرى مو مهرجان، هي أمسية أسبوعية أو شهرية تقام بين فترة وفترة لدعم الشباب، لدعم طاقات شبابية بديالة، وكحركة شعرية يعني تقومها الجمعية بالتعاون مع الشعراء. ومثل ما شفتوا يعني المتذوقين يجون ناس تسمع شعر ودعم للشعراء، وهذا حافز يعني حافز لمحافظة ديالى يعني كحركة شعرية أدبية ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قامت جمعية الأدباء الشعبيين في العراق فرع ديالى أمسيتها الشعرية على قاعة كوفي شوب جنة الأحلام بعنوان دموع غيم. هي أول أمسية شعرية لعام 2016. تعتبر نشاط كلش كبير وخدمة للشعر الشعبي في محافظة ديالى وفي العراق أجمع. هذا الشيء نريد نوعي به المحافظة كاملا من حيث الشعر الوجداني أو الشعر الوطني. نريد نكون على مستوى ذائقة هذا الشعب، نريد نكون أداة للتعاون مع الفقير، مع الشاب الطامح. نريد نكون فد وسيلة تنقل الناس إلى عالم آخر مما تعانيه من تعب، ما تعانيه من عوز، ما تعانيه من ضيق في الشغلة الأمنية. احنا اليوم هنا كنا شعراء بحضور عدد كبير من شعراء ديالى المبدعين، بحضور عدد كبير من ذائقة ديالى، بحضور عدد كبير من شخصيات ديالى. نتمنى انه يكون مو اخر حفل هذا، ونتمنى يكون الاول ان شاء الله ويمتد، لانه اليوم الملتقى ملتقى جديد وبمكان جديد، وان شاء الله تتكرر وتكثر هذه الامسيات، ومثل ما قلنا هي لخدمة الشخص في المحافظة وفي العراق اجمع. لاركض لهم ما مشوا بجناستي، الما عفتهم من دريت بعاستي، وحدي خلوني ويهمني وما اخذت بحكاية امي، بي حيل وانتشب عكاستي، بي حيل وانتشب عكاستي. تقيم جمعية الأدباء الشعبيين فرع ديالى أمسية شعرية، وهي تعتبر متنفس الوحيد لبعض الشباب والشعراء. الآن بدأت ديالى تنفتح بعض الشيء على الإعلام من الناحية الأمنية، وبجهود تقيم جمعية الأمسية بجهود ذاتية بدعم ذاتي من الأخوة الشعراء. متمنين بأنه تستمر هكذا أماسي في ديالى، لأنها تستحق الكثير، تحمل الكثير من المواهب ولكن لم يسلط عليها الضوء. الآن بدأت بعض الشيء تنفتح من ناحية الأماسي الشعرية والفرق التطوعية. وشكرا لفريق شباب الغد على هذا التواصل الدائم، ونتمنى لكم الموفقية إن شاء الله.